إنشاء أول جمعية جزائرية وطنية في تغريد الحسون والأورنيثولوجيا. يعني الجمعية هذه بارك الله فيكم لا تهتم إلا بالتغريد، ولكن تهتم أيضا بكل علم الأورنيثولوجيا. Document lucratif, propulsé par l'envie de restaurer et de protéger le chardonneret algérien. J'insiste, le chardonneret algérien, la race algérienne اللي راهي كما نقولوا في طريق الاندثار. إن لم نقل أنها ربما الكثير من بعض المناطق اندثرت فيها الأراس هذه. من بين الطموحات تاعها هو أن الجمعية تسعى باتجاه أنه الصوت تاع الشون الجزائري يخرج للبرا، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بتكاتف الأيدي. بارك الله فيكم. هذا من جهة. نكمل الكلام تاعي pour les francophones. Elle contribue aussi à freiner son braconnage et à encourager son élevage en captivité à travers des objectifs fixés et des sessions de sensibilisation. يعني الجمعية هذه راح تنظم لقاءات وتنظم محاضرات وتنظم ندوات لحساب المربي، باش هكذا المربي والمنخرط يقدر يستفاد منها. وبطبيعة الحال اللي راح يشرف على هذه الندوات وهذه اللقاءات هما ناس ذوي كفاءة راح تستدعيهم الجمعية، يقدروا يكونوا حتى من خارج الوطن، وعلاش لا، لو عندنا كفاءات جزائرية نحن نقدمها ونثمنها. مميزة. اجتمعنا اليوم لحبنا للطبيعة وحبنا للطائر الحسون. هذا اليوم ليس النهاية لكنه بداية، وبداية إن شاء الله تستمر لأجيال وأجيال. لكن هذه البداية لازم يكون الدعم ديالكم، الدعم تاع كل هواة تغريد الحسون، ولهذا ندعوكم إن شاء الله للانخراط والاقتراب إن شاء الله للمكتب، وإحنا نكون لكم في يعني أذن صاغية ونعاونكم يعني في التربية وخاصة في مجال المسابقة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أخواني الكرام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كما راكم عارفين جمعتنا الجمعية الجزائرية لتغريد الحسون والأنثولوجيا، والحمد لله ربي وفقنا فتحنا الجمعية اليوم، وراح تكون بإذن الله مشاريع تلاهي راح يكون فيها مفاجأة بإذن الله. المفاجأة هي تكريم الرئيس السيد ناصر الشايب. بكل عزم على تحقيق الأهداف وتكوين الجمعية، الهدية يقدمها له السيد العربي إدريس من ولاية الشرف، وهذا عرفان الجهود والمجهودات. حقيقة أن السيد الرئيس قدم تضحيات من الوقت، من العمل، من المال لإنشاء هذه الجمعية، والحمد لله ثم بفضل الرجال اليوم ولدت الجمعية. الكاكاجي وطوروجي وتيمسي هل هناك من أسئلة؟ ها؟ يا خويا صافي بليزير، وان شاء الله هذه الجمعيه هذه ان شاء الله كنا بخير، وان شاء الله يكون اليد في اليد
نحيو برك هذا الطير هذا تشوفوا ولا كاين ناس الله يبارك شحال كيعمروا ربي ان شاء الله يطول في عمرهم. انتم قايلين ان شاء الله تاخذوا ليكزوم تبعوهم، وهذه الحاجه هذه راهي هوايه وان شاء الله نمدوا باليماج سيرتو يعني اطراف يعني الدول واحد اخرين. ما اذا كانت حاجه انسان يتخالفوا كذا تكون في دارنا بيناتنا، وسيرتو هذو اللي يديروا القناه وكذا ماذا بينا كيديروا القناه ما هذا ما يخص هذا، وكي يجي يديرها يصفيها يسمعها على رانا خاوه واش حاجه والو هذا طير فهمت. وربي يكمل ان شاء الله، وان شاء الله هذا يكمل هذا وان شاء الله تكون ان شاء الله ناجحه. حنا من زمان حنا نحوسوا على لاسوسياسيون هذه من زمان ملي كنا حنا صغار حنا ولينا جيل وقعدنا انا عبد الرحمن اسماعيل راك مآمن. نعم راك مآمن راك جي سوا صافي بليزير. الله يبارك. دونك انتوما لي جون تاخذوا الفومبو باسكو حنا سي رياليزي. مازال معاكم وكذا منا مي بارونو عندكم. دونك انتوما اللي تمشيوها هكذا ولا لا؟ يديروا يد في اليد وانا حنا حياتنا كاع حنا نحوسوا على لاسوسياسيون كنا لو كامل صغار وعلي كنا صغار صغار كنا ديجان وكذا ما جاتش في بالنا نلحقوا لهذا الحمد لله فهمت. دخلوا في الموضوع عندكم. السلام عليكم. الحمد لله يا ربي، يا ربي وصلنا انا نمشي نشوف الجمعيه هدينا هبانك، وكما قال الاخ بشير لي جان دوك يتبعوا يحكموا الكونغو ماشي هضرنا 10 دقائق ولا وبقى على خير كل واحد وين يروح. ان شاء الله تكون دايما هكذا ماشي دايما كل واحد كل موسم ولا كل هذه ونتلاقاو هكايا صافي بليزير. انا عندي عباد بزاف عندي مده ما شفتهمش اليوم شفتهم. نقول لكم الحمد لله راكم مجموعين كامل هنا، والله ان شاء الله يدوم ان شاء الله. وهذا واش نقول لكم، كونوا ديروا اليد في اليد، ديروا اليد في اليد والبغض والاخر نحيوه، ولازم تكونوا كي الخوال اليد في اليد كي تنجحوا ان شاء الله. برسي عبد الرزاق نائب الامين العام في جمعيه التغريد للحسون والاندروبولوجيا. اليوم قمنا بتاسيس الجمعيه وحفل افتتاح لجمعيه التغريد للحسون. جمعيه التغريد للحسون راهي جمعيه جزائريه وطنيه، يعني كل جزائري هاوي الطيور المغرده من الحسون الى انواع الطيور مرحبا به في الانخراط عندنا في الجمعيه. راح حيكون هناك اون ابليكاسيون تاع يجبدوا منها الاستماره اللي يحب يتقرب المكتب راهو في باينام. جمعيه جزائريه هذه تاع التغريد الحسون راح تحمي الطير الحسون يعني وتشجع على عودته في الطبيعه. كذلك راح نقوم بمسابقه التغريد اللي هي اولى وحصريا في الجزائر. نطلب من المنخرطين يدعمونا ويكون الاشتراك معنا بكثره باش نقدروا نلحقوا الاهداف تاعنا، وهي حمايه البيئه، اعاده الطيور المهدده بالانقراض، وكانت تكوين مسابقات ويعني دي كومبيتيسيون دو شون او نيفو ناسيونال ان شاء الله. هذه هي، وان شاء الله ربي يوفقنا. الاعضاء المكتب احنا رانا 9 ان شاء الله، رانا حنسهروا على تحقيق الاهداف هي معروفه تكلمنا عليها سابقا: اعاده الطيور المنقرضه الى الطبيعه، حمايه البيئه، المشاركه في المسابقات، الشكل والصوت والتغريد، وكذلك يعني طرق التربيه الصحيحه ان شاء الله. اون جينيرال يعني الجمعيه الوطنيه راح تكون فعاله في المجتمع المدني خاصه في البيئه وتربيه الطيور. نشكر ان شاء الله يكون هذا الرساله لحقت الجميع هواة الطيور، وان شاء الله يكون الدعم لو روتور يكون ان شاء الله بقوه باش نقدروا نهضوا بهذه الجمعيه ان شاء الله. الحمد لله كما راكم تشوفوا اليوم فرحنا فرح كبير،
ولحقنا النتيجه، وهذا بفضل الله بفضل الرجال الاعضاء المؤسسين فرد بفرد عضو بعض، والمشايخ كاع له الكبير عمي قدور اللي حال غاب اليوم خلاني نكسر كيما العراق على كل حال. نبلغ له تحيه ونبلغ كاع الجزائريين وكاع الهواد كاع لي زاماتور كاع عمي كمال عمي خالد كاع تحيوهم، وبارك الله فيكم كاع ان شاء الله الى الامام ما كانش الله كاع بارك الله فيكم.